الله بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم متابعينا الكرام، يا رب تكونوا بصحة وسلامة وخير. اخوان، مثل ما تعرفون احنا هسه موسم حصاد الزيتون. طبعا الزيتون له فوائد عظيمة جدا لجسم الانسان، وحتى مذكور بالقرآن الكريم. خصوصا اذا واحد ياكله هيجي او ياخذ الزيت ماله او يخبطه ويا بعض النباتات مثل التين غيرها. طبعا هواي وصفات. اخوان، هذا الزيتون هواي طرق، اكو ناس هواي يستخدمون طرق مثل ما يقول يعني لانضاجه، للاستفاده من عنده. يعني ناس يسووا مخللات، ناس يسوي زيت، ناس يسوي ويا الاكلات. احنا اليوم عندنا طريقه كلش سهله وبسيطه، طبعا للي مبتدئين، اللي الناس اللي ما يعرفون. هذا الزيتون طبعا احب انوه عنه، هذا الزيتون كبار، هذا الحجم ماله جدا يعني كبير، للحجم الكبير. اكو ذاك الصغير اخوان يصير عصير، يصير زيت يعني يعصروه معصره. اما هذا الكبير يستخدم كاكل، يعني الناس تاكله، يسوي ويا الطرشي مخللات غيرها. المهم اخوان، هذا الزيتون ايش راح نسوي له احنا هسه؟ هذا طبعا انا راح انزل الحلقه هاي على قناتي باليوتيوب، لان بيها هواي معلومات تفيدكم. بس احنا هسه شوي عن مود المستعجل، على مود تستفادون. راح اللزمه هذا لزمه نشققها، نلزم هاي الزيتونه نشققها اربع اقسام، نسويها، نسوي بها اربع شقوق وننقعها مي وملح لمده اسبوع. اخوان، ورا الاسبوع بكيفكم انتم مخيرين، تردون تخلوها بالخل الطبيعي. هذا خل الطبيعي اللي عندنا، خل التفاح الطبيعي. تردون تخلوها بمي و لا مندوزي، هاي الكربونات ما يسموها. تردون تخلوه خل، تردون تخلوه بمي وليمون، يعني بكيفكم، الشيء يعود لكم انتم، طريقتكم اللي تحبوها واللي تستخدموها. انا هسه ان شاء الله راح انزل هاي الحلقه على قناتي باليوتيوب، اسوي لكم اياها يعني قدامكم تشوفوها ونشوف النتيجه ان شاء الله. لا تنسون الاشتراك بالقناه، قناتنا اسمها شوف وتعلم مع ابو عبد الله على اليوتيوب. بعد ما شققنا الزيتون مثل ما تشوفون، شققنا هاي منا ومنا، كل وحده نسوي بيها شقين. طبعا انا خليت ذن حافظات صغار لان ما عندي حافظه كبيره، وهم نستغل ذن اللي عندنا زايدات بالبيت احسن. ليش نروح نشتري ونجيب؟ لان هي اصلا كميه قليله عندي. انا ان شاء الله اذا جابوا لي كميه هواي راح اسوي لكم حافظات كبيره، اشوفكم طريقه. يا اخوان، هسه هاي كل علبه نضيف عليها ملح خشن. طبعا بيكم ما كثرتوا الملح، ليش؟ لان الملح يساعد على التخلص من مرورة الزيتون. هاي وحده. اثنين، قلنا لكم احنا راح نخليه اسبوع، فترة 7 ايام ضبط، 7 ايام 8 ايام، يعني حاولوا ان تخلوه 8 ايام. بعدين ان شاء الله من نفتحه ورا 8 ايام راح اشوفكم شو نسوي الطريقة الثانية. ها طبعا خلال 7 ايام راح يفقد المرورة، هاي كلها راح تخلص من المرورة مالته هذا الزيتون. زين. لا تنسون تشتركون بقناتنا على اليوتيوب وتفعلون الجرس، حتى شكو فيديو نصوره، طريقة جديدة، وصفات جديدة توصلكم ان شاء الله. هاي هسه احنا راح نضيف فوقها المي ونقبقهن، نخليهن لمدة 7 ايام مثل ما قلت لكم. 7 ايام ان شاء الله نفتحهن ونشوف شو نخلي خل التفاح، نخلي ليمون، نخلي خل الليمون، نخلي خل طبيعي، نخلي مي ولا مندوزي، يعني انتم شوف شلون احنا ايش موجود عندنا راح نسوي وتدللون. اخوان، هاي رجعنا لكم بعد تقريبا اسبوع او 8 ايام من كبس الزيتون. اذا تشوفون حتى اللون ماله شوي تغير، هذا عندي حتى صار لونه شوي على جوزي، على سواد تقريبا. طبعا مثل ما فهمتكم انا خليناه بس مي وملح، شققناه وخليناه مي وملح. هسه راح اديره هنا فوق هذا شو اسمه وتشوفوه حتى يصير قدامكم. اخوان، شوف حتى كمية الملح، يعني اذا تشوفون حبات الملح يعني حتى هو صاير ترف شوية. هسه ايش راح نسوي احنا بعد هاي الطريقة اخوان؟ بعد هاي الطريقة راح نخليه بالخل، نخليه انتم بكيفكم مش تردون، يعني تخلوه بليمون، تخلوه بحامض، اي شيء يعني من ايش، يعني شو انتم انا طبعا شوف الطريقة قبل فترة اكو ناس حتى ما يخلوه بمي وملح، يعني رأسا يكبسونه، حتى ما يشققوا، يعني مثل ما شققنا هسه احنا، شوف شلون سوينا، ما يشققوا، يعني يخلوه هو كما هو، ويخلون وياه اعتقد كرفيس، يخلون وياه كركم، عنبه، خال وماي، يعني يسوون شلون الطرشي، يكبسوه مثل كبس الطرشي. احنا هسه ايش راح نسوي؟ هسه بعد هاي العمليه راح نخليه بالخل، وهم نخليه فد اسبوع، 5 ايام، اسبوع، يعني كل ما هاي نذوق، نطلع من عنده ونذوق ونشوف لحد ما يصير ينضج عندنا. اخوان، قلت لكم هو اساس، يعني اساس الزيتون هي البهارات. اكو ناس يخلوا له بهارات، اكو ناس يخلوا له زعتر، اكو ناس يخلوا له
يخلوا له ثوم يعني وياه، اكو ناس يخلوا له كليل الجبل، اكو يعني هي اذا تردون انتم كل من وذوقه كل من اكو ناس يخلوه بالخل الحامض، خل التمر الحامض هذا الاسود، خل التفاح. انا هسه بالنسبه لي راح اخلي له خل التفاح، لان انا بالنسبه لي انا اصنع خل التفاح، فخل التفاح عندي بكثره موجود يعني، حتى ابيع بيه من عنده، ابيع من عنده للناس. فراح اشبسه بالخل مال التفاح واشوفكم الشكل النهائي. وصلنا للمرحله الاخيره وهي خل التفاح الطبيعي، هذا راح نديره فوق الزيتون. طبعا انا سبق وين قلت لكم انتم مخيرين اخوان بكيفكم، يعني اللي يريد يخلي حامض ليمون يجيب كيلوين ليمون يعصرهن حسب الكميه. طبعا اذا كيلوين زيتون تجيبون كيلوين ليمون تخلون فوق يعني العصير تخلوه فوق الزيتون لحد ما تغطوه تماما، واذا تردون تخلون وياه شرايح مال ليمون خلوا وياه شرايح مال ليمون، مو ما بي ضرر اخوان. زين، واذا تردون تخلون بهارات خلوا بهارات انتم بكيفكم. انا هسه بالنسبه لي هذا الزيتون خلص يعني، هسه تقريبا 90% انتهت، بس راح اطبخهن واخليه هنا من اسبوع فد 10 ايام وارجع اشوف شلون يصير. طبعا انا مجربه سبقا جربته يعني، بعد هاي العمليه يصير الزيتون ناضج ان شاء الله. تبقى يمكم شغله واحده اخوان، قلت لكم تبقى البهارات يمكم انتم تردون تخلون كرفس، تخلون ثوم، تخلون كركم، تخلون زيت اكو بيوم حتى يخلون وياه زيت زيتون. انا هسه ما عندي زيت زيتون فما خليت فوقه يعني، حتى يعني شلون هسه هذا نفرغه مثلا من يستوي، نفرغه من الخل مال التفاح ونشبسه بزيت زيتون بس تديرون فوقه، يصير يطلع عندكم يجنن ان شاء الله. اتمنى حلقه اليوم تكون عجبتكم، ولا تنسوا الاشتراك بالقناه، واشوفكم على خير ان شاء الله.